يتعلق في الممارسة الخسيسة التي تؤكد من خلالها اللجنة الأولمبية الدولية تقصدها لدولة الكويت في أمر غريب وغير مستغرب. غريب في تقصد الكويت وغير مستغرب من هيئات دولية رياضية يعشعش فيها الفساد الإداري والمالي. وحثبت هذا الكلام. اتحاد الرماية في الكويت ووفقا لمنظومته الدولية والقارية في آسيا عنده بطولة مقررة من سنة تقريبا، وبعثت المراسلات كلها كاملة إلى اتحاد الرماية وأخذ الموافقات من الجهات الأمنية والجهات ذات الصلة لإقامة البطولة اللي فيها أبطال دوليين وأبطال كويتيين حيتأهلون من خلالها إلى تصفيات أخرى إلى كأس عالم إلى تتفاجأ اليوم أن اللجنة المنظمة العليا تبعث كتب غيرنا الحكام وهاكم الحكام ذولا طلعوا لهم فيز وغيره، لتتفاجأ دولة الكويت بأن المرسل لها هو حكم إسرائيلي. فقالت لهم حنا لا أخذنا إجراءاتنا وخلصنا، ليش التبديل المفاجئ هذا؟ فقالوا لا، أخذت قرار أنه الكويت عندها عنصرية بعدم قبولها للحكم الإسرائيلي، فبالتالي لا تقام البطولة، وأن أقيمت فلن تكون مؤهلة حسب النظم واللوائح المعمول فيها في الميثاق المسمى زورا ميثاق أولمبي. هو أبعد ما يكون عن كلمة ميثاق، لأن الميثاق يرتبط بالشرف، يرتبط بالوعود المحترمة. أثينا لما سوت الحركة الأولمبية سوت عشان تنأى بالشعوب عن دمار السيطرة السياسية، لكن من يدير اليوم هذه المنظمات هو أقرب ما يكون للفساد وبعيد كل البعد عن الشرف. الغريب في الأمر أن كيف يقبل بعض المسؤولين وبعض أبناء الكويت في الانضمام إلى مثل هذه الكيانات اللي جاء منها الإسرائيلي. توماس باخ ما يدري عن موقف حكومتنا العظيم، ما يعرف عن توجهاتنا تجاه القضية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي لمقدساتنا، ما يدرون عنها. توهم اشعروا ان احنا عندنا عنصرية. نعم، انا ككويتي افتخر ان اكون عنصري ضد هذا الكيان الظالم، ضد هذه الشرذمة اللي الله سبحانه وتعالى ذكرهم في كتابه. فتفتخر الكويت. انا اليوم لو من دعيش عتيبي والقائمين على على اتحاد الرماية الكويتي، والله لا افتخر بأن لا استضيف هذه البطولة ولا أشارك فيها، انطلاقا من الثبات على المبدأ. وين بتوصلونا في الرياضة؟ تبونا نصير مثل قطر؟ حامض على بوسكم. فهذا موقف مشرف آخر اليوم تسجل الكويت ضد هذا الطغيان المتعمد من اللي يسمون نفسهم زورا منظمة دولية. واستغرب انا يعني شديد الاستغراب وما يحدث الان في واشنطن في منظمة الأنوك، ان يكون ممثل الكويت قابل لمثل هذا الإذلال والإهانة. مقابل ايش؟ ما ادري، لكن الموقف مبدئي. احنا طردنا اسرائيل، الكويت طردت اسرائيل ايام ما كانت الرياضة عندنا رياضة، وللأسف اليوم يبتزوننا بحكم إسرائيلي علشان يلوون ذراعنا فيه، بس ما فيه. هذه أحلام يقظة، أحلام لن تتحقق أبدا على أرض الواقع، لأنها لا تنسجم مع واقعنا العروبي، واقعنا القومي، واجبنا ومسؤولياتنا تجاه أبناء الجلدة من مسلمين وعرب. فبيعوا مزاميركم مكان ثاني.